أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين وأولى لقاءاتنا الحوارية في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى. بيشرفنا أن يكون معنا على شاشة القناة الأولى الدكتور محمد علي، وهو حصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وله صوت شجي جميل محبب في الابتهالات الدينية والإنشاد، بالإضافة طبعا أنه صاحب فكر وهو من الشباب، فبنرحب بيه. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. يعني أنا عاوز أستهل لقاء مع حضرتك كده بما أن احنا معنا شاب وخريج أزهر وحصل على الدكتوراه. الشباب وفي هذه الأيام المباركة، يعني عاوزين نقول لهم كلمات تخرج من القلب تصل إلى القلب بإذن الله، لأن الشباب هم أساس هذه الدولة، ويمكن ما فيش دولة بتتمتع بالقوة الحيوية بتاعتها زي مصر. صحيح. بس لسه ما استغلناش الاستغلال الأمثل، أن يكون القوام الأعظم من الشعب المصري في مرحلة الشباب. صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك والشر ليس إليك، نحن منك وإليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. طيب. كل سنة ومصر كلها بل والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة. آمين. وأمن وأمان وسلام إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أنا عايز أقول حاجة برضو هنا، إن الشباب هم عماد المستقبل وهم أمل المستقبل، فكيف يكون المستقبل بلا أمل؟ لماذا لا يستغل الشباب هذه الأيام التي هي خير أيام الدنيا على الإطلاق؟ أنت تعرف يا أستاذ خالد إن الأيام ديت أفضل من أيام رمضان؟ أكثر المفسرين على أن هذه العشر من ذي الحجة أفضل من أفضل أيام الدنيا، لأن طبعا الحديث جه بالصيغة المطلقة، في حديث طبعا مطلق وحديث مقيد وهكذا. فالحديث جه بالصيغة المطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: ما من أيام، يعني ما فيش أيام تعدلها أبدا، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله. صحيح. فلم يرجع من ذلك بالشيء. العلماء لما جم اتكلموا جمعوا الخلاف، كان في خلاف أيهما أفضل، أيام العشر الأواخر من رمضان أو أيام رمضان أم الأيام من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة. كلها أيام مباركة، كلها يعني أيام مباركة يعني، ولكنهم قالوا حاجة جميلة جدا بقى. قالوا إيه؟ قالوا أيام العشر من ذي الحجة نهارها أفضل من نهار رمضان، وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر. إذن هي ليالي وأيام، ولكن كلها جمعوا بين الحسنيين. بالضبط. أنا عايز أدعو الشباب. لو يوم عرفة يا فندم، قبل ما نقول نتكلم يا شباب، يوم طبعا عرفة يكفر السنة هو خير الأيام إذا كانت ليلة خير يوم القدر طلعت عليه الشمس، وخير صحيح. الدعاء دعاء يوم عرفة. صحيح. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الشباب في هذه الأيام، يعني بعض من الشباب ينظر يعني نظرة سوداوية، مع إن هذه الأيام يا أستاذ خالد زي ما قلنا هي أفضل أيام الدنيا. صحيح. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. هل تعلم إن بكرة هو اليوم اللي كلم فيه موسى ربه؟ معلش دي نقطة مهمة جدا هنتوقف عندها لرفع أذان العشاء أعزائي المشاهدين، ثم نعود لنستكمل حوارنا مع الدكتور محمد علي على فضل هذه الأيام وفضل يوم عيد الضحية بالتحديد.
اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبجدد التحيه لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم طيبين بهذه الايام المباركه وحلول عيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وبنكمل حديثنا مع الدكتور محمد علي، وكنا بنتكلم على فضل الايام العشره وفضل يوم عرفه. وحضرتك كنت بدات تقول معلومه هامه جدا على يوم الاضحى بالتحديد، يوم النحر. نعم. وسيدنا موسى. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وواعدنا موسى 30 ليلة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يستجيب لموسى ويكلمه أمره أن يصوم 30 يوم، ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن: وواعدنا موسى بالكلام 30 ليلة. إيه هم 30 ليلة دول؟ اللي هم 30 من ذي القعدة. ثم قال الله عز وجل: وأتممناها ب10. العشر دول اللي هم العشر من ذي الحجة. طبعا سميت ذي القعدة لأن كانوا يقعدون فيها عن القتال، وذي الحجة معروف طبعا فيها الحج. فلما موسى صام 30 من ذي القعدة وأراد أن يكلم الله، ذهب إلى شجرة وأخذ بلحائها. عارف حضرتك عود السواك الصغير ده؟ فأخذ كده حتة منها وأخذ يستاك. فربنا سبحانه وتعالى أمره أنه هو يتمم 30 دول 30 يوم ب10 تانيين اللي هم العشرة إيه؟ وكلمه في اليوم العاشر اللي هو يوم الأضحى. فتخيل أنه بكرة هو الميعاد الذي كلم الله عز وجل فيه سيدنا موسى. يعني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل التحية والسلام على كل أنبياء الله عز وجل. نسمع دلوقتي يعني للإنشاد الديني وللابتهال، ونبدأ بالإنشاد الديني. يمكن في مقطوعة لحضرتك إنشاد ديني لليل دام، نسمعها من خلال زميلنا الأستاذ طارق دلوقتي يسمعها لنا، ثم نعود لنكمل حديثنا مع الدكتور محمد. ويمكن لغاية ما تجهز المقطوعة للإنشاد الديني نسمع حاجة. طيب ابتهال منك لغاية ما تجهز. طيب ما فيش مشكلة خالص. في طبعا معانا ابتهال ومعانا إنشاد. أيوة، انتوا ان شاء الله هتعرضوا الإنشاد لليل دام. احنا نقول الابتهال اللي دايما يعني الناس بتحبه وبتحب تسمعه دايما، يعني حتى علماء المشايخ والقراء والمبتهلون يعني تغنوا به من قبلي. لكن أنا حبيت أن أنا أحط له لحن مختلف، حبيت أن هو يكون مختلف، فأنا حطيت له لحن يعني أرجو به رضا الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. هي قصيدة اسمها طرقت باب الرجا، معروفة لدى الكثير. طرقت باب الرجا والناس قد راقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائمة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف في الضر أعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا
إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد. جميل. دائما بندعو ونقول اللهم ارزقنا فضلك وإحسانك يا رب، اللهم اجعلنا من عبيد فضلك وإحسانك ولا تجعلنا من عبيد ابتلائك. فعلا وجود ربنا وكرمه ورحمته أوسع من أي شيء. مش عاوزين أي حد في هذه الأيام المباركة يعني يقول أنا ذنبي كبير، أنا عملت ذنوب. لا، باب الرحمة وباب المغفرة واسع جدا. دكتور محمد، كل مبتهل أو لكل منشد بيكون يتبع مدرسة معينة أو يتأثر بأستاذ من الأساتذة الكبار. أنت تأثرت بمين وبدأت إمتى في موضوع الإنشاد والابتهال؟ أنا بدأت وأنا سني حوالي 14 سنة أكتب الشعر، وبدأت بعد كده أتعلم المقامات، وتتلمذت على يد الراحل العملاق سابق عصره الشيخ محمد الهلباوي رحمة الله عليه. فكنت دايما أسافر له من اسكندرية لناهية أتلقى على يديه علم المقامات. وبعد كده هو بدأت أن أنا أختار حتى القصيدة اللي حضرتك لسه سامعها دلوقتي دي بقالها مئات السنين مكتوبة. فأنا دايما بحب أن أنا يعني أريد أن أرتقي بالذوق العام لدى الناس. طبعا حضرتك عارف دلوقتي المشكلة اللي بنعاني منها كلنا في الشوارع والطرقات، يعني حسينا أن خلاص ودننا بدأت تصدي من الكلام البذيء اللي احنا بنسمعه والألحان اللي لا تمت يعني للذوق العام بأي صلة. فأنا حبيت أن أنا طبعا اللي ساعدني على كده هو من صغري. أنا لما حفظت القرآن كان عمري لسه لم يتجاوز 15 سنة. فموضوع حفظ القرآن ده شيء مهم جدا، أنا أنصح به أي شاب أو أي مبتهل أو أي منشد. حتى يعني كتير جدا قبل ما بينشدوا أو يتعلموا الابتهال بيعلموهم علم التجويد. صحيح. يعني مخارج الحروف، حتى أنه هو لما يجي يعني الأول يتربى على قراءة القرآن وعلى التجويد، وبعد كده هو يتجه بقى الاتجاه اللي هو بتاع الأناشيد الدينية وكده. وأنا أنصح الشباب كلهم إن هو يتذوقوا هذا الفن. إذا أنت أثرت بالشيخ الأستاذ الكبير محمد الهلباوي. طبعا. طب نروح نسمع الإنشاد الديني بقى ولا الليل قدام مع الدكتور محمد علي إن شاء الله. الليل دام ولا النهار ولا البشر، حتى ولا شمس تدوم ولا قمر. لا الليل دام ولا النهار ولا البشر، حتى ولا شمس تدوم ولا قمر. وكذا الحياة وإن تطاول عهدها، فتعالى نرجع للإله مع السحر، نلهو ونلعب والحياة لها مدى. يا غافلا عن ربه منذ الصغر، نلهو ونلعب والحياة لها مدى. يا غافلا عن ربه منذ الصغر، أتظن أن الله ناس عبده؟ الله لا ينسى وكل مستطر. يا أيها الإنسان إن العهد
الله يرحم من يعود لوده، الله يغفر ما يكون ولا يذر. ربنا بيغفر لمن يشاء، ورحمة ربنا ومغفرته واسعة. في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله عز وجل بأن يغفر لنا كل الذنوب، ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا. ربنا مدينا نعم كثيرة جدا، ولكن أحيانا يعني ما بنحسش بيها. بيحس بالنعمة الله لا قدر لمن يفقد إحدى هذه النعم. يعني نعم ربنا كبيرة، ولازم نشكر ربنا عليها ليلا ونهارا. دكتور محمد، كنا بنتكلم برضو على الشباب في بداية حديثنا، ونقول بث الأمل في الشباب. عندنا مشكلات، عندنا يعني بعض الشباب عنده بعض الإحباطات، ولكن الأمل موجود. عارف يا أستاذ خالد، موضوع الأمل كان موضوع خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، والفأل اللي هي الكلمة الحسنة. صحيح. وكان يكره التشاؤم، حتى في القول المأثور، والناس كتير جدا فاكراه ان هو حديث، بس هو مش حديث. تفاءلوا بالخير تجدوه، ده قول مأثور على فكرة. لكن الحديث الصحيح هو الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. تخيل، مفيش حد هيظن في الله سبحانه وتعالى الخير وربنا هيجيب له الشر. صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. اوعى تموت وانت خايف ان انت هتخش النار، اوعى تموت وانت لا انا هخش النار خلاص مفيش فايده. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. يحضرني قصه جميله جدا، يعني كنت قد يعني نوهت عليها اكثر من مره، قصه توبه سارق مالك بن دينار. ومالك بن دينار ده لوحده قصه كبيره. عايز اقول لحضرتك ان مالك بن دينار عرف من العباد الزهاد يعني في زمانه وعصره، فاذا ذكر مالك بن دينار ذكر الزهد. فمالك بن دينار كان بيصلي في بيته، وطبعا بيته مفيش فيه حاجه خالص، فواقف يصلي، فدخل سارق حرامي في البيت عشان يسرق. فالسارق وهو داخل عشان يسرق ما لقاش حاجه خالص، ما لقاش حاجه عنده خالص. فمالك وهو بيصلي قطع صلاته وقال: يعني أنت لم تجد حاجة من حاجة الدنيا، هل لك في حاجة من حاجة الآخرة؟ فالسارق قال له: يعني أيوة، في إيه؟ قال له: اذهب وتوضأ وصلي ركعتين. ما مسكوش بقى قال امسك حرامي والحقوا الحرامي وفضلوا يضربوه لحد ما عدموه العافية، لا، اداله الأمل في بكرة. قال له: اذهب وتوضأ وصلي ركعتين. السارق ده وهو في بيته صلى مع مالك بن دينار. بعد كده مالك بن دينار أخذ السارق وذهب به إلى المسجد، فالناس شافوهم هم ماشيين، فقالوا لي: يا مالك، من هذا؟ قال: هذا سارق أتى ليسرقنا فسرقناه. الله على الكلام. شوف، أتى ليسرقنا فسرقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو يحضرني قصة في هذا الأمر. أنت تعرف يا أستاذ خالد إن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت لعلي بن أبي طالب ولدين، سمت الأول صخر والتاني حرب، صخر وحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بقى، بنته ولدته كده، وراح عشان يفرح بالمولودين، فراح للسيدة فاطمة، ما تستغربش اللي شافك مستغرب. راح لفاطمة قال لها: انتوا سميتوهم ايه؟ قالت: يا أبتي سمينا الأولاني صخر والتاني حرب. قال: لا، بل هما الحسن والحسين. فالحسن والحسين كان اسمهم قبل كده صخر وحرب. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أرجوكم مش هنعتبر هذه ولا نعتمد هذه الاسماء ما دام ما كانش اقرهم حضره النبي. ايوه بالظبط. لا نعتمد طبعا. لا كده ما بنجيبش سيرتهم خالص. طبعا لا، انا بتكلم في ايه يا استاذ خالد؟ في الحديث دوت الفعل الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم غير اساميهم للحسن. شوف الاسم الحسن والحسين. النهارده الشباب يجي يقعد على الكافيه ولا القهوه ولا تسمع بقى ايه؟ المحلل اللي على يمينه محلل سياسي، واللي على شماله محلل كروي، واللي في النص قاعد بيحلل. يعني هي دي بقت الشغله دلوقتي. يقول لك يعني واحد اتصل بيا من حوالي يومين بيقول لي ايه؟ بيقول لي: هو صحيح يا شيخ احنا مش هنلاقي نشرب كمان 5 سنين؟ شوف الاشاعات وصلت لدرجه ايه. قلت له: مين قال لك كده يا حبيبي؟ قالوا الدنيا كلها بتتكلم في الموضوع ده. قلت له: يا اخي اسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنهر النيل اللي الناس كلها خايفه، والله يا استاذ خالد لو اجتمعت
كل الدول لمحاربة مصر وللوقوف ضد مصر هينهزموا، وده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنيل. قال صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات أنهار من أنهار الجنة. أنا سألته سؤال، قلت له: بالله عليك أيهما أصدق، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اللي يروج للإشاعة دي؟ قال لي: النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: خلاص، طب النبي بيقول إن النيل منبعه وجاي ونهر من أنهار الجنة، هل أنت تتخيل أن حاجة بتنبع من الجنة تخلص؟ مصر محفوظة برعاية ربانية ودعوة محمدية. وقتنا جري مع حضرتك، ونختم بأنشودة نستمتع بيها كده في نهاية لقائنا إن شاء الله. أنا عاوز أقول إن لليل دام من ألحان حضرتك وكلماتك، فده يعني واللي جاية برضو من ألحاني وكلماتي. اتفضل يا فندم. كتبت أنشودة برضو كده نكلم بيها الشباب. قلنا إيه؟ قلنا نسمع بس المايك بعد إذنك. حاضر. يا إله الكون يا رب الأنام، أنت حسبي أنت حي لا تنام. يا إله الكون يا رب الأنام، أنت حسبي أنت حي لا تنام. هب لنا الأمن ونور دربنا، واعف عن زلات نفسي والكلام. هب لنا الأمن ونور دربنا، واعف عن زلات نفسي والكلام. واجعل الخير لنا مسك الختام، اجعل الخير لنا مسك الختام. كن مع الله يكن ربي معك، إنما يرويك من قد زارعك. كن مع الله يكن ربي معك، إنما يرويك من قد زارعك. حسبك الله إلها يسمعك، وإذا ضرك لا نافع لك. حسبك الله إلها يسمعك، وإذا ضرك لا نافع لك. يا إله الكون يا رب الأنام، أنت حسبي أنت حي لا تنام. يا إله الكون يا رب الأنام، أنت حسبي أنت حي لا تنام. هب لنا الأمن ونور دربنا، واعف عن زلات نفسي والكلام. واجعل الخير لنا مسك الختام، اجعل الخير لنا مسك الختام. وهو خير ختام، مسك الختام فعلا. أنا بشكرك دكتور محمد علي، وأنا سعيد بوجود يعني أحد الشباب المستنيرين أبناء الأزهر الشريف، وحصل على الدكتوراه من كلية أصول الدين، أن يتجه هذا الاتجاه للإنشاد والابتهال. سعدنا بوجودك معنا، وإن شاء الله نلتقي على خير. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.